السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مراجعة سبايدر مان براند نيو داي. بس قبل ما اتكلم عن الفيلم يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا سبسكرايب عشان خاطر القناة بقى لها سنة دلوقتي ولسه ما وصلتش ل1000. عايز بس اوصل ل1000، عايز احس ان انا عايز اكمل في اللي انا بعمله وفي الحاجة اللي انا بحبها. وتعالوا نتكلم عن الفيلم سبايدر مان براند نيو داي. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready? الفيلم بتاعنا بيبتدي من لحظة انتهاء الفيلم اللي فات، الفيلم اللي هو سبايدر مان نو واي هوم، واللي انا عندي مشاكل كتير قوي معاه. الفيلم بعد الهايب الكبيرة وبعد الضجة اللي كان واخدها الفيلم دوت، وبعد شفته مرة واتنين وتلاتة، حسيت ان كان في مشاكل كتير جدا وبدأت تظهر مع الوقت، ما كانتش موجودة في الاول خالص. وشفت لسه شايف الفيلم اصلا امبارح عشان خاطر اما ادخل الفيلم اكون عامل ريفريش لدماغي كده. واكتشفت ان الفيلم وحش قوي، يعني فيلم زباله بصراحه، فيلم قذر، يعني فيلم ما ادوش 5 من 10 حتى. فكنت داخل الفيلم ده بصراحه امالي بقى قليله خالص، قلت اكيد برضه هيبقى هايب جامد قوي. وبعد كده لما اشوف الفيلم يعني كل احلامي هتتحطم. وبصراحه ده ما حصلش. الفيلم مش وحش قوي زي سبايدر مان نو واي هوم. نو واي هوم كان في مشاكل كتير في السيناريو، وكان في مشاكل كتير في التمثيل، وكان في مشاكل كتير في حاجات تانية. الفيلم هنا متماسك بشكل او باخر، مع ان في شويه مشاكل كانت موجوده بس مش بنفس القدر، يعني مش بنفس الفجاجه اللي كانت موجوده في نو واي هوم مثلا. تعالوا بقى نشرح ليه الفيلم دوت حلو. الفيلم دوت حلو يا جماعه عشان خاطر سبايدر مان بدأ يشوف عواقب افعاله. هو بيعمل حاجات غبيه كتير من اول فيلم اصلا، وما كانش فيه اي ضرر بيعود عليه. يعني مش كان بيقعد يعمل الغباء ورا غباء وهو مكمل عادي خالص والدنيا تمام، وكان في حد دايما بيلحقه، سواء بقى دكتور سترينج او ايرون مان او ايا كان هو مين. المره دي لا، المره دي الغباء باين وعواقب افعالك باينه، واللي انت عملته في الفيلم اللي فات مأثر على الفيلم دوت، والمحمل بكميه مشاعر كتير جدا. وشفنا سبايدر مان اللي فكرني بقى سبايدر مان سام ريمي اللي هو بتاع توبي ماجواير اول جزئين، اللي كان فيهم دراما اكتر بكتير من مجرد سبايدر مان اللي عمال يلف في المدينة ويضرب في ناس. ما كانش كده. ودي كانت حاجة حلوة جدا. اخيرا شفت سبايدر مان مكسور، اخيرا شفت سبايدر مان مش الطفل اللي معاه قوة خارقة اللي ماشي عمال يبوظ في كل حاجة ومفكر نفسه الدنيا هتتحل. دي كانت حاجة حلوة جدا. حاجة كمان عجبتني في الفيلم، الشرير بتاع الفيلم دوت مش شرير وخلاص، مش شرير مجرد لمجرد الشر، عنده هدف وعنده حاجة وعايز يوصل لشيء معين. فدي كانت حاجة حلوة جدا. وشرير قوي مش شرير ضعيف خالص. ولما تعرفوا مين الشرير هتقدروا قد ايه الشرير دوت قوي. عجبني جدا محاولات سبايدر مان اللي هو يحاول يرجع تاني لطبيعته او يرجع تاني لحياته القديمة. ومحاولاته لديت كانت محاولات لذيذة وصراحة ولطيفة، والكوميديا في الفيلم مش سيئة خالص. فرانك كاسل كان في الكوميديا كان حلو. هسيب السلبيات للآخر، مش هتكلم في السلبيات دلوقتي. ده كان كويس. الشخصيات المساندة كانت كويسة. كل شخصية كان ليها دور. ام جي كان ليها دور، نيد كان ليه دور، كله كان ليه دور. فعجبني الفيلم بصراحة، أنا طالع منه مبسوط مش طالع متضايق أو أي حاجة. بس لو بدأنا نفصص شوية هنلاقي الحاجات بقى اللي تضايقنا. وتعالوا نتكلم في السلبيات. من السلبيات إن فرانك كاسل دخل علينا فجأة كأننا إحنا خلاص عارفينه وفاميليار والدنيا تمام. وأنا كان قاعد معايا ناس في السينما مش عارفين مين دوت أصلا، ودي كانت حاجة مربكة. يعني أنت ما قدمتليش الشخصية وأنت رميتها لي في نص الأحداث. انا واحد مثلا شفت اول جزئين من بانيشر وتمام، يعني عارف مين فرانك كاسل، ما قدرتش افهم العلاقه اللي بينهم قد ايه كانت وطيده. يعني واضح ان هم عارفين بعض بقالهم فتره، وفي ال4 سنين اللي احنا خدنا منهم لمحات في الاول ديت ممكن يكونوا اتقابلوا مع بعض او حاجه، احنا ما شفناش ده. ما شفناش اي تواصل بينهم غير في لحظه معينه داخل في الاحداث فجاه. فدي كان شيء مربك بالنسبه لي على الاقل، وكان شيء مربك بالنسبه لناس كتير كانت في السينما، والسينما كانت فول اصلا. حسيت ان هي مش متقدمه حلو. دي من السلبيات. الشرير اتقدم حلو جدا بس مبرراته قويه، بس مبرره هو ان هو ما يتكلمش او ما يقولش او ما يوضحش، وقاعد مخلي الموضوع في الخفاء كده. كان غريب بالنسبه لي يعني. الشرير كان محتاج يبقى اوبن اكتر شويه عشان خاطر الموضوع يبقى منطقي. حتى اما انا شايف ان هو كان شرير مش لمجرد الشر، كان شرير لهدف واضح. لكن
وصل للهدف ده بطريقة ملتوية. يعني هو كان بيقدم الشر بتاعه بطريقة ملتوية عشان بس يقدم لنا فيلم، مش أكتر ولا أقل. عشان لو قعدت تفكر 5 دقايق وأنت بتكتب السيناريو هتقول طب ما هو كان ممكن يعمل كذا والموضوع يخلص. أنت بقى تغاضيت عن النقطة دي ونطيتها عشان خاطر بس تدينا فيلم. شايف في وجهة نظري كان في طرق تانية تعمل بيها الشرير بصراحة، وجهة نظري. بس هم كانوا عايزين يقدموا شرير قوي بدوافع وده حصل. بس وسط دوافعه ديت كان ممكن يبقى في حلول تانية غير اللي هو عملها دي. بس هي دي وجهة نظري يعني. مش وفي أسئلة اتسألت في الفيلم أصلا، هو إزاي عرف يسوق دبابة ولا يسوق طيارة دي كانت أسئلة حلوة بصراحة. مش عارف إزاي عرف. هل هو لما، مش عايز أحرق بقى، يمكن لما بينط النطة بياخد الخبرة، الله أعلم. أنا مش عارف إزاي قوته بتشتغل، ودي ممكن تكون أصلا من سلبيات الفيلم. أو إيه هي حدود قوة الشرير انت ما تعرفهاش، حدود القوة بتاعته بتتغير. فهمنا في الاخر لما حدود القوة اتغيرت تمام، كانت مفهومة. اما في النص انت ما كنتش عارف تحط لها اي قواعد خالص، قاعدة واحدة بس اللي حطيتها. وفي حاجات في الفيلم اتكسرت في القاعدة دي برضو. يعني برضو دي تانية من المشاكل فيه. ممكن نتكلم بحرق هنا، أنا هحرق حاجة صغيرة هنا وبعد كده نرجع نتكلم. او خلاص يا جماعة انا هتكلم بحرق من الحتة دي. في قاعدة اتحطت إن الشرير دوت لما بينط من عقل لعقل أنت آخرك 10 متر. في لحظة كده سبايدر مان لما جاب ام جي، هي لبست ام جي. طب أنت كنت فين في العشرة؟ يعني لو 10 متر كنت هنشوفك. ممكن سبايدر مان ما كانش يحس بيه عشان كان عنده مشكلة في السنس وبتاع، ما علينا. بس يعني 10 متر، يعني ده 10 متر، مش كيلو يعني. فدي كانت غريبة بصراحة يعني. في حاجات في الفيلم معمولة عشان خاطر تديك إحساس أكتر من اللي هي تهتم بالكتابة أو تهتم بالقاعدة اللي أنت حطيتها لي. أصلا أنت كسرت لي القاعدة عشان خاطر بس تديني حتة رومانسية حلوة. دي كانت غريبة بالنسبة لي بصراحة. بس غير كده المكافآت اللي أنت خدتها في الفيلم مش وحشة. أنت شفت سبايدر مان أخيرا بيعاني، أخيرا عواقب افعاله انت بتشوفها قدام عينك، فدي كانت حاجه كويسه. وكل ده كل اللي عندي عن الفيلم. الفيلم 7.5 من 10. الفيلم حلو يتشاف في السينما 3D عشان خاطر ال 3D فيه شويه حاجات اكشن متاثره جدا بالعاب سبايدر مان اللي نزلت. انا كنت لعبت ويب اوف شادو، ما لعبتش سبايدر مان الجديد بس لعبت ويب اوف شادو. فيها حاجات كتير قوي كانت موجوده في الفيلم ده. من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا بصراحه المشاهد الفايت بتاعت سبايدر مان، وازاي هو بيضرب في الناس بالطريقة بتاعت الألعاب دي. كانت حاجة حلوة جدا. وبس ده كل اللي عندي عن الفيلم. 7.5 من 10 زي ما قلت. واعملوا سبسكرايب، اعملوا اشتراك، وسلام.